بالنسبة للحديث إذا كان متصل إلى رسول الله بالنسبة عندنا الشيخ مصر أنها أحاديث منقطعة. قلت لك يا شيخ مرارا لا تحاسبنا على ما ابناكم أنتم. الأحاديث عندنا مجرد أن تصل إلى المعصوم انتهى الأمر. قال أبو عبد الله فقد قال رسول الله، وأعيد عليك الحديث مرة ثالثة، إنا لو كنا نفتي الناس برأينا إنا لكنا من الهالكين، ولكنها آثار من رسول الله صلى الله عليه وآله نتوارثها كابر عن كابر عن كابر نكتنزها كما يكتنز الناس ذهبهم وفضتهم. هذا حديث أهل البيت، إذا وصل الإسناد إلى الإمام الصادق انتهى الأمر، فقد قال رسول الله ذلك. هذا منا نحن، هذا اعتقادنا نحن. ثانيا كل الروايات التي جاء بها نتمنى منه أن يأتينا بسند واحد، يأتينا بسند واحد. تقول لا اسناد عندكم، الكتب التي تنقل منها أنت لا اسناد فيها، انقل ائتنا بالسند. فإن لم تأتينا بسند واحد فكل روايتها باطلة لا اسناد فيها. وأنا أسألك الآن يا شيخ، مثلا الآن شخص نسب القول للإمام علي سلام الله عليه أنه يقول أنا الأول وأنا الآخر وأنا دليل السحاب، أو أنا مثلا يقول أنقل لك من الكتاب مباشرة، أنا دليل السماوات مثلا، أو أنا سائق الرعد، أنا صاحب السحاب. ما رأيك بأن ينسب هذا الكلام لعلي بن أبي طالب؟ ها؟ كفر. تكفره؟ تكفره؟ نعم. الشخص ينسب هذا القول لعلي بن أبي طالب، لكن يعتقد أن رواه إذا يعتقد أن علي هو الذي يسير السحابة هو الذي هذا كفر. يعتقد أن عليا يقول أنا صحة القول لعلي بن أبي طالب، أنا دليل السماوات، أنا سائق الأفلاك، أنا الأول، أنا الآخر، أنا الباطن، أنا الظاهر. خليت حق الله. الذي ينسب هذا القول كافر. إذا هنيئا لك يا شيخ، فقد كفرت أحد علمائكم وهو الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي الفقيه. هذا كتاب الدر المنتظم في السر الأعظم، صفحة الدر المنتظم في السر الأعظم. فهذا تكفير واضح من الشيخ عثمان الخميس. تفضل. فنقول هنيئا لك يا شيخ عثمان بتكفيرك أحد علمائكم وهو الفقيه الشافعي، هذه ترجمته. لكن إن أراد الترجمة لا بأس، فأعطيه الترجمة من كذا عالم. فهنيئا لك تكون أنت أول شخص كفر الفقيه الشافعي. لا أدري ماذا أبقيتم لله تبارك وتعالى حقيقة. كل الروايات التي جاء بها لا إسناد لها، وأنا أعمله قول ابن طلحة. وعلى فكرة ابن طلحة الشافعي يصحح هذا الحديث، يصحح هذه الأقوال المنسوبة للإمام علي سلام الله عليه. وضح له يا أبو يوسف، وضح له. مو مشكلة. الظاهر والباطن، مو مشكلة. الأول والآخر لازم توضحها حقه. من طلحة الشافعي عشان مو مشكلة. الأوراق اسمح.